حل مشكلة التسويف دي إيه هي؟ حل مشكلة التسويف دي ببساطة هو إنك تبدأ دلوقتي، إنك تخلي بالك أنت بتعمل إيه في يومك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ده طبعا أول فيديو ليا على اليوتيوب بعد المقدمة. النهاردة نتكلم في موضوع مهم قوي وهو التسويف. طيب التسويف هو تأجيل المهام. يا جماعة احنا التسويف دون حرفيا، يعني لما اخدت بالي من اللي انا بعمله لقيت ان انا مش بوصل لاي حاجة طول ما انا بسوف. يعني قناة اليوتيوب دي انا عاملها من حوالي من 5 ل6 سنين تقريبا، وما بدأتش فيها غير دلوقتي. في ناس لحد دلوقتي بتسوف، وفي ناس عارفة موضوع التسويف وبرضه بتسوف. طب هتفضل لحد امتى بتسوف؟ لولا التسويف كانت في ناس كتيرة قوي وصلت لأهدافها. مش كل الناس بتوصل لأهدافها، انا بشوف ناس حتى بتسوف في الصلاة. ربنا عز وجل بيقول في آية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني مش هينفع الندم، مش هينفع الندم. طبعا احنا القناة دي مش دينية، ولكن أنا بديك مثال، يعني حتى مثال من القرآن. مش هينفع تيجي بعد ما يجي آخر الطريق تقول والله ده أنا ما كنتش بصلي، أنا ما كنتش بذاكر، أنا بقعد مع ناس كتيرة قوي وصلت لسن ال30 ولسه ما عملوش أي حاجة، وندم شديد. يقول لك أنا والله انا ما لحقتش اعمل فلوس، انا ما لحقتش اعمل اي مشروع، انا ما كنت عمال اقول هعمل وهعمل وهعمل وما عملتش اي حاجه. واحد مثلا يكون في ثالثه ثانوي عام ويجي طول السنه يفضل يلعب ويهزر ويعمل، ويجي اخر السنه اخر اسبوع او اخر اسبوعين مش عارف يعمل ايه. يعني عمال يذاكر في الماده دي شويه وفي الماده دي شويه طب مش عارف يعمل ايه. طب وليه؟ يعني خليك فايق، خليك واعي لنفسك من الاول. حل مشكله التسويف دي ايه هي؟ حل مشكله التسويف دي ببساطه هو انك تبدأ دلوقتي، انك تخلي بالك انت بتعمل ايه في يومك. يعني في مقولة جميلة قوي بتقول: لا يجب عليك ان تكون عظيما لكي تبدأ، بل يجب عليك ان تبدأ لكي تكون عظيما. انت مش هتكون راجل عظيم وبعد كده تبدأ في الحاجة اللي انت عايزها. انت لازم أن تبدأ دلوقتي عشان تكون راجل عظيم، صح ولا ايه؟ الحل بتاع الموضوع ده هو انك تبدأ دلوقتي قبل بكرة. الحاجة اللي انت عايز تبدأ فيها ابدأ فيها دلوقتي. صدقني مفيش وقت مناسب، هو ده الوقت المناسب. دلوقتي الوقت المناسب. انت لو هتفضل طول عمرك تقول انا مستني الوقت المناسب، هتبص تلاقي عندك 30 سنة وما عملتش اي حاجة، وهتندم زي الناس اللي قبلك. يعني انا جاي لك وبقول لك النصايح عشان ما تقعش في الفخ ده بعد ما تكبر وتندم. طيب ايه الحاجات اللي بتعطلنا تاني؟ من اكبر الحاجات اللي بتعطلنا عن المهام بتاعت يومنا وهي السوشيال ميديا او مواقع التواصل دي. يا جماعة يعني اكتر حاجة مخليانا تايهين في حياتنا، اكتر حاجة مخليانا نضيع وقت بعبث. بالنسبة للسوشيال ميديا لازم تقفل الاشعارات، لازم. اصل انت مستني رسالة اللي هتجيلك؟ اقفل الاشعارات خالص. فكل حاجة حواليك بتقولك قوم وانتج واتحرك واعمل فلوس، وانت مصمم تمسك التليفون. وبعدين التليفون هيوديك لإدمانات تانية. التليفون هيبهدل لك دماغك، هيغير لك مسار دماغك خالص. التيك توك والفيديوهات الريلز هتخليك مش قادر تسمع فيديو نص ساعة أو ربع ساعة أو تلت ساعة. فاللي هو الفيديوهات القصيرة دي بتلعب في عدادات دماغك، بتخليك مش قادر. يعني انت لما بتسمع فيديو على اليوتيوب مثلا تلت ساعة أو نص ساعة بتسرع الفيديو، انت مش قادر تصبر. التسويف ده هو قاتل كبير قوي للأهداف. اللي بيعرف يتحكم في نفسه وفي شهواته هو اللي بيوصل للهدف. في ناس بقى يا جماعة بتبقى عايزة تقوم تقضي الحاجة اللي وراها بس مش متحفزة. دايما يقولك أنا مش متحفز خالص، أنا مش قادر أقوم، أنا مش قادر أتحرك، أنا مش بشتغل على نفسي غير لما أكون متحفز. جماعة احنا مش شرط نكون متحفزين علشان نبدأ، مش شرط نكون متحفزين علشان نشتغل على نفسينا. لو كله هيعمل كده مفيش حد هيروح شغله. لو كلنا مستنيين ان احنا نتحفز عشان نشتغل على نفسينا او عشان نعمل الشغل اللي ورانا، مفيش حد هينزل الشغل بتاعه. الوقت اللي لازم تبتدي فيه واللي لازم أن تشتغل فيه هو الوقت اللي انت مش متحفز فيه. الوقت اللي انت متحفز فيه ده طبيعي تكون عايز تشتغل على نفسك. محمد علي كلاي كان بيقول لك انا كنت بكره كل دقيقة تمرين، بيكره كل دقيقة تمرين وبقى اعظم ملاكم في العالم. انت مستني ايه؟ متحفز ايه؟ التحفيز ده كدب اصلا. التحفيز ده اصلا بيجي كل فين وفين، لما تشوف فيديو مش عارف لواحد كان ايه وبقى ايه، لما تشوف مثلا تسمع قصة حد بتاع، لكن غير كده انت مش متحفز. فما تفضلش مستني
ما تفضلش مستني انك تكون متحفز عشان تبدأ، الكلام ده غلط. صدقني الصعوبة كلها في بداية الموضوع، الصعوبة كلها في انك تقفل تليفونك وتقوم. لو قفلت تليفونك وبدأت تقوم تشتغل في الحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها، خلاص الموضوع خلص. طب ليه يا جماعة انا بقول لكم لازم نقفل اشعارات السوشيال ميديا، ولازم ما نفتحش مواقع التواصل دي غير مثلا نخليها نص ساعة في اليوم كترفيه يعني؟ علشان المواقع السوشيال ميديا دي بتديك دوبامين رخيص. هي دي النقطة المهمة اللي لازم كلنا نركز فيها يا جماعة. الدوبامين يعني زمان ناس أجدادنا لما كانوا بيجوعوا كان الواحد يفضل يصطاد طول اليوم، الواحد يفضل يجري ورا الحيوانات طول اليوم عشان يصطاد عشان ياكل. فبعد ما يصطاد بيفرز عنده الدوبامين الحقيقي، الدوبامين الكبير الجبار اللي هو مستنيه. لكن احنا دلوقتي بمجرد ما نفتح التليفون ونفتح السوشيال ميديا خدنا دوبامين، دوبامين رخيص، دوبامين ملهوش اي 30 لازمة، دوبامين بيقعد معاك ثواني وينتهي. زي الدوبامين الحقيقي اللي احنا بناخده، اللي هو نتعب على مدار سنين علشان نوصل للهدف. اتعب على مدار 5 6 سنين 10 سنين عشان ابقى راجل مليونير، فاخد ساعتها اول ما ابقى مليونير اخد الدوبامين الحقيقي. وعايز تبقى زيك زي اي حد ماشي في الشارع، مفيش فرق ما بينك وما بين اي حد عادي، خليك افضل سوف لحد ما عمرك يضيع. افتكر انت هتبقى فين لو ما وصلتش، تبقى زي ما انت. افتكر هتبقى فين لو وصلت لهدفك، افتكر هتبقى فين لما توصل. لما توصل مسار حياتك كله هيتغير. اطلع بره منطقة الراحة، اطلع بره منطقة الراحة وما تخليش حاجة تشتتك، ما تخليش حاجة تشغلك. فاشتغل على نفسك وما تشتتش نفسك، وما تقعدش تسوف، ما تقعدش تسوف. اعرف انت عايز توصل لفين، اعرف ايه اللي وراك، حدد مهام يومك، حدد مهام اسبوع، حدد مهام الشهر، مهام السنة. افضل ماشي على هدفك لحد ما توصل. متقعدش تسوف علشان ما تندمش. طبعا عمرك بيضيع في التسويف، وكل يوم الوقت بيمر وبيعدي وانت مش حاسس. ان شاء الله الحلقة الجاية هعمل لكم حلقة محترمة عن إدارة الوقت. نصيحتي ليك في الفيديو ده انك ما تسوفش. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.